هو ليه الناس دايما فاكرة انك يعني لما تسافر بره مصر ودايما تدعي تقول اللهم هجرة اللهم هجرة اللهم هجرة، اول ما هتوصل هيقولوا لك يا اهلا وسهلا بيك يا مرحب، انت جيت على فين؟ جيت على فرنسا. ده يا عم برج ايفل حلال عليك. وابن عمك سافر فين؟ ايطاليا. حلال عليك يا عم روما بمزاراتها بكنايسها بكل حاجة. طبعا يعني فكرة انك تسافر بره وان خلاص الحياة بقت فل ووردي والمشاكل انتهت وهتحوش وتكنز فلوس ويعني خلاص حياة وردية مفيش زي كده، ده كلام يعني اهبل، كلام يعني بعيد تماما عن الواقع. بصراحة انا شفت ناس بعيني قاعدين في دبي بيناموا على الشط، واعرف ناس في فرنسا بيناموا 7 في أوضة، وناس في شوارع الشانزليزيه بيفرشوا خيم ويناموا، وناس بتنام على الأرض. ففكرة الحياة الوردية دي فكرة مش موجودة. والناس اللي دايما تدعي المثالية ان اوروبا يعني هي بلد الاحلام وما فيهاش اي حاجة وبتاع، ده كلام اهبل يعني. كل بلاد ربنا حلوة، فيها مميزات وفيها عيوب، كل البلاد فيها مميزات وفيها عيوب. اوروبا مش احسن دول العالم، مصر مش اسوأ دول العالم، بس انتم ما سافرتوش. صباحكم جميل.